ترى بنشر صورتك. يعني كيف توصل صورتك؟ توصلها عن طريق حساب اعطاك اياه. اي ليه ما نشرتها؟ نشر الصورة للمار، ونشر الصورة ايضا لديم، اعطاهم الصور، واعطى الصورة ايضا اظن لحمد. ما شاء الله. اي وليه ما يطلعونهم؟ يقولون قريبا. اليوم هامان مسوي اعلان، ودي ارسل لك. خليني ارسل لك على الخاص. شوف ضحكني. العجيب يبقى يقول بننشر الصورة، يقول بنوصل الصورة إلى الجهات الأمنية. نبغى واحد. قلت طيب أنا عندك أبشر، يلا أعطوني إياه. قالوا لا أنت لا. دي جهات أمنية وبلادي موجود. والله شوف، أنا تحليلي يمكن بكرة أو بعد بكرة ينشرون صورة ويحاولون يقول لك اكذب حتى يصدقك الآخرون. يقولون هذا براك صح؟ اي بيقول براك، يجيك واحد ثاني يقول لك هذا براك. فهمتم؟ قلت يا جماعه الرجال يقول عنده رقبه. قالوا لا لا لا، ما عنده رقبه، ما عنده رقبه. خلهم على عماه. شوف، لو انا منك يا براك، لا تثبت ولا تنفي. لا تثبت ولا تنفي، خلهم على عماه. يا أخي احنا الفترة ما عندنا شيء نطقطق عليهم، مش عندنا. نفس المعاذيب يعني. اي لا مره، خلهم على عماه. لا انا واثق اذا الامار شافت العم براك لا تدشر وتجي تنحت فوق. لو تشوف رقبه بس. والله هذا يعجبني اسلوب انه كان لا ما ادري عنه ولا شفته ولا انفي ولا اثبت. خلهم الحين يا بلادي قاعد يا ابو الجراح. انا بعطيك باختصار يا ابو الجراح. لو انا مثلا عدوك، لو الصوره مثلا عندي، ما احتاج اتكلم معاك اصلا. تحسب احتاج اطلع الصوره، ترى عندي صورتك، ترى عندي ما ادري وشو. ابدا 100% انا عارف هيك. اي ما احتاج اصلا، كذا على طول دش في البث. شوفوا هذه صورة براك. يعني ويلا يوم قلت بطلع صورة لمار وعياله. هذا سلمك الله. اي هذا سلمك زي ابو جبل. قبل يومين كنت في بث ابو جبل. طبعا كامل يا بلادي والله. هكا اليوم رفعت لك القبعة بالله. والله مسجله كامل. والله حاولت تستفزني انا البنت لمار، حاولت تستفزني وانا سكت. تبي تشتمني وانا ابغى يتكلم الرجال. بالعكس من كثر غباء قالت هذا صديق براك من حرف الدال. هو كامل. قالت لا وطنجي. قال كيف تقولين من الدال؟ كيف وطنجي؟ اول ايه غباء عليهم اعوذ بالله. ايه وانا يا اخي لاني استغربت، شفت فيديو يطعن في يتكلم في حمامه، وهذا اقرب الناس له. جيت نكشت قلت يا اخي كيف انت تقول تبي تباهي الحمامه؟ معقوله حمامه شيعي؟ ابغاه يتكلم. اي نعم. والله اعطاه قال ايوه شيعي، واتصل عليه بمكالمه وقال انا الشيطي من الشيطه نعم. وتعال باهني. حمامه سوى لم اسمح ولا ما ادري وكاني ما ادري. اي نعم. اي الرجال حلف بالله لا. وشفت يوم سالته قلت يا اخي طيب انت كنت تقول انه مو شيعي؟ قال لي وانا كذبت. نعم. اي نعم. والله قال انا كذبت للاسف. نعم. قلت طيب يمكن في ناس الان يمكن يصيرون يعني من الشيطه بسببك. ايوه انا بغيت اطلع بس لا وين تطلع؟ نصيحتي اي بث فيه هذول مشرفات ترى يحاولون ينتقمون. لا والله بغيت اطلع واقول لك كل الناس السبع شهور هذه في ذمتك انت. انا يا رجل والله حاول يستفزوني اني ساكت. ابغاه يكمل كلام، بس ابغاه يكمل كلام. نعم. اي والله لا تكلم صراحه الموضوع كامل وعرفناه. هذا مع ابو مزن، هذا مع براك، هذا ما ادري وش. يحاولون يستفزوني انا ساكت. اقول يا ابو جبل كمل. عجبني ابو جبل مسكتها. قال اصبر خليني اكمل بعدين اعطيكي. نعم. بس لما نزلت انت يمكن نزلت او بعد ما نزلت قالت هذا وطنجي. قال لك كيف وطنجي؟ كيف يعني شنو الاسلوب هذا؟ يعني هذا دليل تخبط وغباء. ترى ترمى مباشرة، ما في مشكلة عندهم. ارميتهم. انا الحين ما يخالف. انا سمعتك كذا مرة حتى في بث بول
قالوا استخبارات وصنيع يهوديه ما ادري صنيع امريكي. قلت لا الناس ما هم عملاء، ناس عندهم اخطاء وانا ضدهم لكن ما هم عملاء. تذكر البث هذا ولا ما تذكر؟ اي نعم. لما يقولون عن حرف الدال صنيع امريكي وما شنو عملاء لامريكا ولايران راح بلادي لعب بيهم لعبه اقسم بالله يجيب لهم من مشرج على المغرب وما حد فهمان شو السالفه. ما حد فهمان غير انا على بلادي ويسكت بيه يقول اسكت. دخل الدنيا ببعضها بلادي وما حد فهمان. والله العظيم لو بسولف لهم بل عقيدة الرافضة ما حد يدري بالموضوع. هذا السؤال اليوم. صحيح. ايه شوف التهم ترى بسيطة. هذا شوف زي مثلا الدال الشيط يقولون صناعة سعودية، واللي عندنا هنا يقول صناعة إيرانية، وإيران بعضهم يقول لك صناعة أمريكية وصناعة. كل واحد يحب الصناعات. صناعة. لا يابانية احنا يابانية. أنا الحين شايل هم باصك، الباص بيطلع صورة الباص يقول حللت الصوت وطلعت تسوق باص يا ولد وتوصل الحريم، ما شاء الله عليك. باص كم راكب يا عمي؟ والله يمكن كوستر 12 راكب. والله تضبط عليك هاي شوفير باص يا عمي. على هالقبة القاصرة بكذا شذان. باص عندك باص وشغل هذيك مقرش يا ايوه مقرش. قبل كم يوم مشتري بيت. بعدين راح يطالعني علي يا عمي براك يحطني شوفير على الباص. نعم. ابد. ايه يمكن بعدين يسوي شركة كاملة، ما هو سهل. بعدين شوف الدليل يقول حللت الصوت صك الباب. بعدين هو الشم. انا اقول معلومات استخباراتية. انا اقول ما دام هذول اللي يعرضونك يا محمد بن سلمان ابشر بطولة العمر.